معانا النهاردة قصة حقيقية مش من وحي الخيال، وهي مشرحة حلوان. لغز ما تمش حله لغاية الآن بعد 69 سنة، ولغاية النهاردة اللغز ده موجود. اللي معروف عن المشرحة دي تاريخيا إنها كانت قصر كبير جدا للملك فاروق وعيلته، ولما حصلت ثورة 23 يوليو سنة 1952 اتحفظت الحكومة على القصر، وبعديها بسنة أو سنتين ادت القصر ده لمستشفى حلوان العام. المستشفى قررت إنها تاخد جزء كبير من القصر وتعمله مشرحة تابع ليها. الجدير بالذكر إن لما تيجي في بالك كلمة مشرحة على طول بتتخيل الجثث وريحة الفورمالين اللي ممكن تخليك تصاب بالخوف والرعب.